مدمن انمي اوتاكو، اهلا بيك مره تانية. ون بيس عمك. الله، انت يا ابني مش كنت تابع ناروتو؟ كنت بقى بعد اللي شفته في كومنتات الجزء الاولاني بقيت ون بيسي. ايه رايك في ون بيس؟ ايه رايك في ون بيس؟ ون بيس هو اللي له رايه فيا، مش انا اللي له رايي فيه. وبعدين ون بيس ده عمي وعمك. ايه هو سر حبك للانمي؟ الانمي ده عباره عن حبايه تخدير بتفصلنا عن العالم ومشاكله وقرفه. وعلى كده بتاخد كام حبايه في اليوم؟ يعني يا دوب 600 حبايه، وعاملين جروب بنتنافس فيه مع بعض، كل واحد يقدر يخلص كام حلقه في اليوم. ده انتوا مرضى فعلا محتاجين تتعالجوا. بقى احنا برضه اللي محتاجين نتعالج. اصعب لحظه بتمر بيها كمدمن انمي؟ تاخر نزول الحلقات. هما بينزلوا حلقه واحده في الاسبوع، والحلقه مدتها 23 دقيقه، 5 دقائق افتتاحيه و5 دقائق اغنيه ختاميه، وانا اتفرج على 3 دقائق في النص. يعني يا دوب البطل يشوف البطله يقول لها السلام عليكم انا بحبك. ايه نقطه ضعفك كمدمن انمي؟ جمال ورقه تسونادي والياباني، ما بعرفش اكل وانا بتفرج. في نهايه البودكاست ده ممكن تقول لنا سبب حبك للانمي؟ الانمي بيخليني سعيد، ودي حاجه لا تقدر بثمن، وبيعبر عن معاني عميقه، عن عالم بيشبه العالم الموجود في خيالي. والله يا ابني انت محتاج تتعالج. اتفرج بس وهتفهم، وده اللي بنقوله. ون بيس عمك.